السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فيديو لذيذ بيتكلم عن عجائب الله في رقم 12. ما هو السر في رقم 12؟ سر رقم 12 ده إيه سره فيه؟ لو بصيت لرقم 12 ده هتلاقيه إن عدد شهور السنة الميلادية 12، وبالتالي عدد شهور السنة الهجرية 12، يعني الميلادية 12 والهجرية 12. دي مفارقات. لو جينا كده برضو بصينا لعجائب رقم 12 هنلاقي إن عدد ساعات النهار 12 وعدد ساعات الليل 12، يعني الليل 12 والنهار 12. السر برضو في رقم 12 هنا في الليل والنهار. لو جينا برضو كده بصينا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هم أربعة الأول المهمين المقربين لرسول الله: عثمان بن عفان. عدد أحرف اسم عثمان بن عفان 12. لو بصينا علي بن أبي طالب، اسم علي بن أبي طالب 12 حرف. لو جينا بصينا لعمر بن الخطاب هنلاقي عدد حروف اسم عمر بن الخطاب 12، وليست مفارقات إنما هو إعجاز من الله تعالى. لو جينا بصينا طبعا لأبو بكر الصديق هنلاقي عدد حروف اسم أبو بكر الصديق 12، وهو أقرب المقربين للرسول عليه الصلاة والسلام. وده ليس جه هباء كده، لا يمكن كده جت هباء. لو جينا بصينا لكلمة محمد رسول الله هنلاقيها عددها 12، يعني محمد رسول الله عدد حروفها 12. برضو ما جاتش كده، ولكن يعني سبحان الله إعجاز في رقم 12. رقم 12 بيدل على أشياء، وسبحان الله. لو جينا برضو بصينا أكتر وأكتر لرقم 12 إن لا إله إلا الله عدد حروفها 12، يعني لا إله إلا الله عدد حروفها 12، محمد رسول الله 12، أبو بكر 12، عمر 12، علي 12، عثمان 12، الليل والنهار 12، السنة الميلادية والسنة الهجرية 12. فإعجاز في رقم 12. لا إله إلا الله زي ما حضراتكم شايفين عددها 12. كل ده ما كان لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.